السلام عليكم، انا اسخال حد ماضي بعنوان اعلى 10 ممثلين اجرا في 2023، ودي مخصصه للممثلين الاجانب، يعني دول اعلى اجرا على مستوى العالم في 2023. من غير ما نطول في المقدمه نروح للمركز العاشر. خواكين فينيكس العالمي باجر 20 مليون دولار، ونروح للمركز التاسع. توم هاردي بنفس الاجر برضه 20 مليون دولار، ونروح للمركز الثامن. فان ديزل بنفس الاجر برضه 20 مليون دولار، نروح للمركز السابع. ممثل كريس هيمسورث باجر نفس الاجر برضه، مش عارف ايه النقطه في الاجر دوت 20 مليون دولار، ونروح للمركز السادس. ممثل الاكشن الرائع دوين جونسون او الملقب بالصخره او ذا روك باجر 22 مليون و500 الف دولار، ونروح للمركز الخامس. ممثل الاسطوري براد بيت باجر 30 مليون دولار، ونروح للمركز الرابع. ممثلي المفضل واجمل ممثل شفته في ليوناردو دي كابريو باجر 30 مليون دولار عن فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون، ونروح للمركز الثالث. اخر ممثل كسب الاوسكار ويل سميث باجر 35 مليون دولار، ونروح للمركز الثاني. ممثلة ماركوت روبي عن فيلم باربي بأجر 50 مليون دولار، مش عارف ليه صراحة، ونروح المركز الأول. الرائع وأفضل ممثل أكشن ومن أفضل أفلام الأكشن ومن أفضل الأفلام في 2023 توم كروز في فيلم ميشن امبوسيبل تقطير الموضوع الجزء الأول بأجر كام بقى يا معلم؟ 100 مليون دولار، يعني غالبا ده قد أول 5 مراكز قلتهم اللي هم كانوا 20 مليون، غالبا كانوا 4 ممثلين في 20 ب 80 مليون، يعني هو أكتر منهم. أنت متخيل الرقم؟ رقم كبير بطريقه اوفر الصراحه. سؤال الحلقه ايه اكتر ممثل شايفه مظلوم في القائمه دي وكان يستحق مرتبه اعلى واجر اعلى من كده بكتير؟ انا بالنسبه لي خواكين فينيكس. وبس كده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك والاشتراك، وسلام.